مساء الخير عملاءنا الكرام. النهاردة هنتكلم على موضوع مختلف تماما عن شغلنا، هو موضوع العداد الإلكتروني اللي بكارت علامة الواي فاي ماركة السويدي. هنتكلم على كل الصفحات اللي فيها، وفيه 25 صفحة، وهنتكلم على طريقة شحنه، هنتكلم على الشرائح اللي فيه. تمام. هنتكلم ازاي نعرف كل حاجة عنه. مبدئيا كده شحن العداد بيبقى الكارت كده. تمام. بحط علامة الواي فاي كده اهو، وبستنى حوالي 3 ثواني لغاية اما بيكتب لي علامة جود، يعني هو كده اتفعل. يوزد يعني هو كده ايه، اتشحن. تمام. دي كده طريقة الشحن. بالنسبة للقوائم اللي جواه، هي بسيطة وسهلة، بس محتاجة ان انت بس تركز فيها، تاخد بالك منها. اولا احنا شغلنا كله هيبقى بالسهم ده. الصفحة رقم واحد، لو انا دوست كده رقم واحد، ده كده رقم كود العداد الشاسيه، يعني اخر 780 اهو، ده رقم الشاسيه. تاني صفحة اللي هي دي هنا رقم الصفحة اهو. تاني صفحة دي اللي هي رقم حساب العميل او كود المشترك. تالت صفحة ده الاستهلاك الكلي للعداد، ده كده 94 كيلو وات، ده اللي أنا مستهلكه. الشريحة رقم زيرو اللي هي أول شريحة. تمام. صفحة رقم 4 دي اللي هو الاستهلاك بتاع الشهر الحالي اللي احنا فيه. الشهر الحالي ده كده مستهلك 2 كيلو وات. تمام. عشان شقة بس لسه مقفولة ما اشتغلتش. صفحة رقم 5 دي صفحة الوقت، الساعة 11 ودقيقة هنا اهو. صفحة رقم أو ملحوظة، المفروض إن الوقت يكون مظبوط والتاريخ يكون مظبوط، علشان وده بيتظبط من شركة الكهرباء نفسها أو تفعيل الكارت. دي حاجة علشان تستفاد بمزايا كتيرة، لو أيام الأجازات أو حاجة تقدر في الحالة دي إن أنت الكهرباء ما تفصلش عليك بالنسبة لأيام الأجازات أو أيام الجمعة. نرجع تاني، احنا قلنا نبقى صفحة 5 ده الساعة، صفحة 6 ده التاريخ، ادي الصفحات. ماشي. صفحة رقم 7 ده الكود بتاع كود النشاط المنزلي، اللي هو كود رقم 1 ده النشاط المنزلي. الأرقام دي بتتغير لما يكون تجاري. تمام. صفحة رقم 8 ده عدد المرات اللي شحنت فيها العداد. لو أنا دوست دوسة طويلة كده أهو، هيبين جوه صفحة 8 هيبين لي الإجمالي. دوسة طويلة اهو، اجمالي الشحن بالعداد ده 100 جنيه، عشان لسه اول مرة. عشان ارجع تاني للصفحة رقم 8 هدوس دوسة ايه كده اهو. صفحة رقم 9 ده تاريخ اخر مرة شحنت فيها العداد، يوم 26 12 22، ده اخر مرة اتشحن فيها اصلا. صفحة رقم 10 ده المبلغ الموجود دلوقتي، يشغلني المبلغ الموجود في الرصيد، يشغلني حوالي 30 يوم على الاستهلاك الحالي اللي شغال ده. تمام. صفحة رقم 11 دي الشريحة اللي أنا شغال عليها دلوقتي، الشريحة اللي هي من 0 ل 50 كيلو واط. تمام. الشريحة دي اللي هي شريحة 0 من 0 كيلو واط لغاية 50 كيلو واط. لو أنا دوست دوسة طويلة كده أهو، هيجيب لي الشرائح التانية. لو أنا هقلب الشريحة التانية من 50 ل 100، الشريحة التالتة من 100 ل 200، الشريحة الرابعة من 200 ل 350 كيلو واط، الشريحة الخامسة من 350 ل 650، الشريحة اللي بعدها من 650 إلى 1000 كيلو واط. لو أنا رجعت دوسة تاني، دوسة طويلة كده اهو، ماشي. دي كده صفحة رقم 12 سعر كل شريحة. لو انا دوست دوسة طويلة تاني جوه جوه صفحة 12، الشريحة الأولى سعر الكيلو فيها 48 قرش، الشريحة التانية سعر الكيلو فيها 58 قرش، الشريحة التالتة سعر الكيلو 77 قرش، الشريحة الرابعة سعر الكيلو جنيه وست قروش، الشريحة الخامسة سعر الكيلو جنيه و28 قرش، الشريحة الستة سعر الكيلو جنيه 45 قرش. لو أنا دوست دوسة طويلة تاني كده هطلع لبره. كده صفحة رقم 13 دي لمبة الإنذار، اللي هي ديت العداد هيديني لمبة الإنذار دي لما يوصل الرصيد اللي جواه 20 جنيه. في الحالة دي لازم إن أنا أنتبه عشان ألحق أشحن العداد قبل ما يفصل عليا. يعني ال20 جنيه دي اللي هي بمعنى أصح الإنذار هيشتغل عندها إن أنا كده محتاج إن أنا أشحن. صفحة رقم 14 ده أقصى حمل اتسحب على العداد دوت. تمام. اللي من يوم ما ركب مثلا اللي هو 6 أمبير و74%. صفحة رقم 15 دي صفحة الديون، لو أنا مستلف أو أي وقت كان العداد فصل وحطيت الكارت فبيروح مسلفني فلوس لغاية أما أجي أشحن. صفحة وبعد كده بتتخصم بعد الشحن اللي بعدها. صفحة رقم 16 دي عدد مرات زيادة الأحمال، دي مفيش.
صفحة رقم 17 دي عدد مرات فتح غطا السلك اللي تحت ده، برضو مفيش. صفحة رقم 18 ديت خاصة بعدد مرات فك العداد اتفك من مكانه. صفحة رقم 19 دي عدد مرات اللي اتعملت فيها لمبة التلاعب. مش عارف ليه مكتوبة 13 بصراحة، لأن لسه العداد مستلمينه جديد، فأكيد دي المرات اللي هم كانوا بيركبوا فيها أو حاجة زي كده. صفحة رقم 20 دي عدد مرات اللي اتعكس فيها التيار اللي هو ما بين الأرض والكهرباء، هنا أهو، دي برضه زيرو. صفحة رقم 21 دي عدد مرات اللي اشتغل فيها كارت فني الصيانة بالكارت بتاع الصيانة لو في مشكلة في العداد. صفحة رقم 22 دي قراءة الفولت الحالي، الفولت الحالي اللي داخل للشقة. الفولت الحالي 230 فولت، هو المفروض بيبقى 220، من 200 ل 240 ده الطبيعي، أو العادي اللي هو ال 220، هو كده قال 230 فولت. صفحة رقم 23 دي اللي هي الأمبير المسحوب الحالي، دلوقتي عشان مفيش حاجة شغالة جوه فالأمبير زيرو. صفحة رقم 24 ده أقصى أمبير للعداد دوت اللي هو 80 أمبير، أقصى حمل للعداد دوت 80 أمبير. صفحة رقم 25 ده كده كلوزد، يعني الدايرة كده إيه مغلقة كده خلاص، دي ال 25 صفحة. تمام. لو أنا بقى الطبيعي بتاعي، لو أنا دوسة عادية مثلا طويلة كده على الزرار الأولاني فوق، ماشي، دوسة كده اهوت، في 3 صفحات هيقلبوا اللي هم الطبيعي بتاعهم بعد ما الشاشة دي هتروح دلوقتي. ال3 صفحات دول اللي هم بيعرض لي الرصيد والشريحة والاستهلاك الحالي. تمام. ده بعد ما بيعد عدد الثواني بتاعها. دلوقتي هو بيقول لي الرصيد اللي باقي 50 جنيه. انا شغال على الشريحة الاولى. ال50 جنيه دول هيشغلوني 94 كيلو واط. ادي ال3 صفحات، يعني الرصيد الباقي دلوقتي 50 جنيه زي ما قلنا. صفحة رقم 1 ده اللي هم بيشتغلوا بالتناوب، شغال على الشريحة الأولى هيشغلني 94 كيلو واط. دي كده كل حاجة خاصة عن العداد الإلكتروني السويدي المسبق الدفع. أتمنى إن أنا أكون فدتكم بالفيديو. لو عجبكم الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لنا لايك وشير. احنا مركز صيانة الراعي الصالح مهندس مجدي مكرم، صيانة الأجهزة المنزلية، ثلاجات، تكييفات، جميع أنواع الغسالات. تمام. 012-2-4-5-4-2-0-3-4. نتمنى إن احنا نخدمكم جيراننا في حي الياقوت. وإلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله في حاجة مهمة. شكرا.